اهلا بيكم في حلقه جديده من بعد ال90. حلقتنا النهارده مش عن الاهلي، مش بتخص او مش بتناقش حاجه تخص النادي الاهلي، لكن حاجه تخص مصر كلها، تخص يعني مشروع قومي لمصر اسمه محمد صلاح. الحقيقه انه سبب الحلقه دي هي التصريحات اللي ادلى بيها محمد صلاح لشبكه سكاي، اتكلم فيها عن او رد فيها بقوه شويه عن الانتقادات اللي بتوجه ليه في الفتره الاخيره بانه غايب عن التهديف وبان مستواه الى حد ما بقى اقل. رد محمد صلاح انه نفس الناس او في ناس سجلت نفس عدد اهدافه الموسم ده وبينظر ليهم او بيروج ليهم على انهم افضل مواسمهم. طبعا ناس كتير ربطت بين كلام محمد صلاح وبين ساديو ماني زميله في الفريق، لكن انا شبه متاكد انه ما يقصدش ساديو ماني، وانه بنسبه اكبر او يعني الاحتمال الارجح هو بيقصد رحيم ستيرلينج، باعتباره انه بيتقال فعلا انه هو افضل مواسمه في البريمير ليج هذا الموسم، وباعتبار برضو انه مسجل 17 هدف نفس اهداف محمد صلاح. في حاجه مهمه، ممكن يكون محمد صلاح يقصد بالتصريحات دي او يعني الهدف الاساسي من التصريحات دي هي انه يشيل الضغوط من على نفسه ويصدرها للاخرين، يدي لنفسه ثقه اكبر. وده الحقيقه بيحصل كتير جدا من نجوم كوره عالميين، يعني طول الوقت خصوصا في فترات انخفاض مستواهم بيحبوا ان هم يدلوا بتصريحات فيها ثقه اكبر. يعني لما اللاعب يحس ان مستواه اقل الانتقادات ليه اكبر يبدا يقول تصريحات فيها ثقه بنفسه اكبر وفيها احيانا عنف تجاه يعني منتقديه ومنافسيه. لو محمد صلاح يقصد ده فماشي، يعني ممكن نعديها له باعتباره حبيبنا وكده، لكن لو محمد صلاح يقصد ده فعلا ووصله الاحساس ده فعلا فالحقيقه انه ده مشكله لانه في مشكله فعلا عند محمد صلاح السنه دي. محمد صلاح السنه دي مش هو بتاع السنه اللي فاتت، وده وارد. احيانا اللعيبه بتتعرض لفترات انخفاض وارتفاع في المستوى، لكن المهم ان هو يكون وصله ده وان يكون هو حاسس فعلا ان عنده مشكله ويحاول يعالجها، مش ان التصريحات دي تكون نبع عن قناعه جواه انه فعلا مفيش مشاكل. طيب ايه مشاكل محمد صلاح السنه دي؟ في مشاكل محمد صلاح جوه الملعب ومشاكل لمحمد صلاح بره الملعب، ويمكن الاثنين مرتبطين ببعض او اثروا على بعض. مشاكل محمد صلاح اللي بره الملعب هي مشكلته اللي حصلت مع اتحاد الكوره وقت كاس العالم، مشكلته اللي تعرض لها بعد الاصابه الى حد ما واللي خلته بعيد شويه عن المشاركه وخلت عنده قلق اكبر من الالتحامات ومن انه يتعرض للاصابه مره تانية. مشكله مع السوشيال ميديا، محمد صلاح بقى مركز جدا مع السوشيال ميديا بتقول ايه وبتعمل ايه، لدرجه ان التويته اللي رد فيها على الانتقادات اللي وجهت ليه بسبب التصريحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي جت بعد يعني ساعات قليله جدا من بدايه الانتقادات، فمعنى كده ان هو واضح قاعد ومركز وبيقرا وبيشوف وبيتاثر وبيرد. المشاكل اللي جوه الملعب بقى، لان هي دي المهم وهي دي اللي بتقيس اداء اي لاعب كره قدم، وهي انه محمد صلاح جايب 17 جون. رقميا هو جايب 17 جون، فرقه جونين بس عن متصدر البريمير ليج، وده ممكن يجيبه في ماتش واحد ويتساوى ويكون هو حتى هداف البريمير ليج، لكن ده ما ينفيش ان محمد صلاح عنده مشاكل. محمد صلاح عنده مشاكل جوه الملعب بتتمثل في انه بيهدر كتير جدا من الفرص السهله، ولاعب بالحجم ده وبيلعب في المستوى ده ما ينفعش تجيله فرصه انفراد واثنين وثلاثه واربعه ويضيعهم. ما ينفعش ياخد قرار انه يشوط من غير ما يكون جسمه معدول. دي اساسيات كوره. شفنا اكتر من شوط لمحمد صلاح مش بتطلع بره، لا بتطلع بره الملعب نفسه، يعني مش بس ما بتجيش جون، ده تقريبا بتطلع بره الملعب. دي حاجات ما يعملهاش نجوم عالميين، دي حاجات يعملها لعيبه في المستوى المتوسط او الاقل، لكن النجوم العالميين لو ما جابوش جون الكوره ما بتقلش بالشكل ده. والمشكله لما تضيع فرص في ماتش ما يستحملش ضياع فرص. خلينا مثلا نفتكر ماتش ايفرتون اللي خلص بالتعادل واللي كان سبب في انه ليفربول يفقد الصداره. محمد صلاح ضيع انفراد لو تعاد 100 مره مع اي لاعب، بعضهم لعيبه في الدوري المصري، صعب جدا يضيع. فبالتالي لما تلعب في المستوى ده ومنافسه على البريمير ليج وتضيع انفراد بالشكل ده والمباراه تخلص تعادل، يبقى لا يا محمد في مشكله. نفس الموضوع اتكرر امبارح في مباراه توتنهام والنتيجه 1-0. محمد صلاح كان رايح هو وتقريبا مع ساديو ماني على مدافع واحد، خد القرار الغلط، بدل ما يباصي لساديو ماني او بدل حتى ما يفتح الزاويه لنفسه ويشوط بشكل جيد، استعجل وشاط، كره خبطت في المدافع وانتهت الفرصه علشان تترد بعد كده بجون تعادل لتوتنهام. لولا انه الموضوع كان فيه توفيق كبير جدا ان محمد يتسبب في ان هو يجي جون الجون الثاني بعد كده بهدف ذاتي، كان هيبقى محمد عنده مشكله مع جماهير ليفربول. برضو محمد صلاح في الفتره الاخيره بيخسر الكوره بسهوله شديده جدا، بعد ما كان محمد صلاح يعني مسؤوليه كبيره وعبء كبير على اي مدافع انه يراقبه، لا بقى
سهل انك تاخد الكرة منه، سهل انك تكسب اي التحام ثنائي معاه. احيانا القطع ده بيكون في نقط خطيرة وبتترد بهجمات خطيرة جدا على ليفربول. محمد صلاح مش بيدافع، ودي مشكلة كبيرة خلي بالك، لانه محمد صلاح مش مهاجم صريح، محمد صلاح مش لاعب رقم 10، محمد صلاح لاعب طرف، فبالتالي بيكون مسؤول على انه يغطي مع لاعب الظهير بتاعه اللي هو الظهير الايمن الكسندر ارنولد. معظم الوقت صلاح مش بيدافع بالدور، يعني مش بيقوم بالدور الدفاعي بالشكل اللي بنشوف فيه مثلا ساديو ماني اللي بيوصل لحد نهايه خط الملعب وبيلتحم وبيعافر في كور وبيقطع كور وبيؤدي واجب دفاعي قوي جدا. ده مش موجود عند صلاح، فبالتالي لما تضيف على كل اللي فات ده دي كمان برضو دي بتقلل من رصيده كلاعب كبير ولاعب مهم. صلاح مش حاسم في الماتشات الكبيره، بنتكلم طبعا على السنه دي. محمد صلاح ما كانش حاسم في مباراتين بتوع باريس سان جيرمان، محمد صلاح ما كانش حاسم في المواجهات مع الفرق الكبرى، مع تشيلسي، مع مانشستر سيتي، مع اليونايتد، مع ارسنال. كل الفرق وكل الماتشات الكبيره اللي كان ليفربول محتاج فيها محمد صلاح ما ظهرش، ظهر لعيبه تانية. فبالتالي ما ينفعش تكون انت المفروض النجم الاول والاهم للفرقه وفي المباريات الكبيره تختفي. مش انك ما تهددش، مش انك ما تتصنعش، لكن كمان انك تقريبا ما تكونش ظاهر طول ال 90 دقيقه. فطول الوقت بيتقال ان اللعيبه الكبيره هي اللي بتظهر في المناسبات الكبيره وهي اللي بتظهر لما فرقهم تحتاجهم، مش اللاعب اللي يسجل هاتريك في واتفورد ولا في بيرلي. زي ما قلنا احنا احرص الناس على محمد صلاح، احرص الناس على انه هذا المشروع المهم يكتمل. علشان كده هذا الحرص يخلينا نقف النهارده ونقول لمحمد صلاح لا خلي بالك يا محمد، خلي بالك في حاجات كتير انت محتاج تعالجها سواء جوه الملعب او بره الملعب. مش علشان نهدمه لا سمح الله، ولا علشان نخليه ييأس، ولا نخليه يزعل، لكن علشان يراجع نفسه ويشوف ايه اللي هو محتاج يتعامل معاه مرة تانية علشان يرجع محمد صلاح بتاع الموسم اللي فات اللي كلنا كنا بنتغنى بيه ومبسوطين بيه وما زلنا مبسوطين بيه وبنحبه وفرحانين بيه. لكن نتمنى انه يوصل لمرحلة ميسي ورونالدو اللي هو يقعدوا 10 15 سنة كل موسم هم اهم لاعب في الفرقه بتاعتهم، هم الهدافين بتوع الفرقه بتاعتهم، هم الحاسمين في كل المباريات المهمه للفرقه بتاعتهم، مش انه يظهر موسم او 2 أو 3 ويختفي. قبل ما نختم برضو لازم نتكلم عن دور رامي عباس. لازم رامي عباس وكيل محمد صلاح يكون له دور اكتر من كده، خصوصا انه قريب منه، مش مجرد وكيل، هو صديق مقرب يعني من محمد صلاح. فلازم يكون له دور في انه يعالج المشاكل اللي بيشوفها، يشاور لمحمد على الحاجات اللي محتاج يصلحها. هو ده دوره، مش بس انه يستفيد منه ماديا او انه يتخانق مع اتحاد الكوره على اعلان ولا على مستحقات ولا على صورة. خلصت حلقتنا النهارده من بعد ال90، هنشوفكم قريب في حلقه جديده باذن الله. نشوفكم على خير.